السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب أخباركم إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. هنبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. رجعت معاكم بفيديو جديد وخفيف إن شاء الله. كنت بعمل كيكاي، عملت لنا كيكاي والبنت كيكاي تاخدها معاها يعني في الكل إن شاء الله. صورت معاكم واحدة أنا بعملها اوريكم الروتين، يعني كان ماشي ازاي اليوم النهاردي زي ما انتوا شايفين. قلت اعملها بالمضرب. المرة لما عملت فيديو قبل كده عملتها بالخلاط، وحبيت اوريكم ان بالمضرب وممكن بالخلاط عادي، يعني اتنين بيطلعوا نفس النتيجة. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم مني كل جديد. معلش على التأخير، سامحونا. بالله عليكم ادعوا لحبايبنا واخواتنا في فلسطين ان شاء الله، رب ينصرهم ان شاء الله نصرا عاجلا ليس آجلا يا رب، ويرفع عنهم البلاء ان شاء الله يا رب، وربنا ينتقم من المتسبب عز الانتقام يا رب. حطيت البيكنج باودر وحطيت الدقيق، يعني انا مش ماشيه معاكم بالترتيب فيها، يعني عشان انتوا عارفين قبل كده انا عملت معاكم طريقه الكيكه، فانا حبيت يعني بس اوريكم ان انا الروتين اليومي يعني. وحابه اقول لكم ان كنتوا وحشيني، معلش اتاخرت عليكم كتير في الفيديوهات. والله الواحد يعني عايز ربنا يصلح الحال كده ان شاء الله. والله الواحد مش قادر، احيانا بتجي عليه فترات وايام لحظات كده مش بيبقى قادر يتكلم او يصور او يعني. يلا ان شاء الله ربنا يكون في عون الناس يا رب. كانت بتصورني بنتي ريهام، طبعا مرة تصورني كويس، مرة قص الفيديو. هي يعني ما برضو مش دقيقة في التصوير يعني. كانوا في شوية حبة مواعين على الحوض هنا، بدأت أغسلهم. اللي وصل معي لغاية هنا يحط لي لايك، متنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا جماعة. زعلت الصراحة لما شفت في ناس طلعت من القناة تحتي، مش عارفة ازاي لغت الاشتراك، عشان انا اتأخرت مثلا نزلتش فيديوهات يلغوا الاشتراك بتاعهم. انا زعلت من اخواتي وحبايبي والله. ان شاء الله كده قناتي تكبر باخواتي اللي موجودين يا رب، وتبقى كده قناة يعني ايه، قناة كويسة بيكم ان شاء الله، وباشتراكاتكم وكتابة الكومنتات لي ان شاء الله، وتعليقاتكم الحلوة وتفعيل الجرس. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هما ان شاء الله كانوا حبة مواعين ما شاء الله، يعني كتار الصراحة، عشان كده صرحت الفيديو معاكم زي ما انتوا واخدين بالكم كده. ربنا يقوينا ويقويكم ان شاء الله، ربنا كده يصلح الحال ويرفع البلاء ان شاء الله، يسترها معانا معاكم يا رب. قسما بالله الفيديو ديتي انا عاملاه وانا يعني انا زعلانه من مين؟ زعلانه من معايا محمود ما شاء الله وكبير مش صغير، ومعايا ريهام كبيره برضو مش صغيره، بس الصراحه مش ابدا مساكتين، مش ابدا هما اتنين يضربوا بعض ويتكلم يعني. بص مش حاملين بعض نهائي، مش عارفه اعمل ايه يعني. اللي عنده وكبار يعني، محمود ما شاء الله 15 سنه خلص الاعدادي، ريهام 6 ابتدائي ما شاء الله، يعني مش عارفة بس مش خالص اليوم كله يا محمود اسكتي، ريهام اسكتي، ربنا يهديهم ان شاء الله ويصلح حالهم يا رب. برضه هما بيكونوا السبب ان انا ما اعملش حاجة. محمود ده مش بيتكلم الا اثناء التصوير. يا محمود لا يا محمود اسكت، ما فيش. فادعوا لي ادعوا لي يهديهم ربنا ان شاء الله ويصلح حالهم يا رب، ويصلح حالنا ان شاء الله يا رب، كده يرفع البلاء ان شاء الله، والدنيا كده تبقى حلوة ان شاء الله، والواحد يعمل فيديوهات زي ما هو عاوز ان شاء الله، وربنا يقدره وايام تبقى حلوة ان شاء الله يا رب.
هي أيام صعبة يا جماعة، والله العظيم أيام صعبة. يعني أنا عن نفسي هي الصراحة أيام صعبة. في ظروف خاصة كده برضو معايا مخلي الحياة بقت صعبة برضو والله. علشان كده أنا مش قادرة أصور، والله ما قادرة يعني الصراحة. ما هو حاليا احنا النت خلصان، فأنا هضطر أجيب مثلا كارت وأنزل الفيديو عشان يوصلكم. أنا اتأخرت عليكم فعلا، يعني كنت هنا بدأت أرتب الرخامة اللي أنا عملت عليها الكيكاي. لميتهم كده في كيس، اللي هي الزبادي، الحاجات اللي بقت يعني. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك ذو القوة المتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. قلت أرتب أمسح الرخامة كده وأغسلها معاكم بحبة سلك وحبة إبريل، حاجة بسيطة يعني على الماشي كده بس. هي مفيهاش حاجة، ده بكان بس الكيكاية يعني مش أكتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايك تاني يا جماعه، معلش استحملوني. اصلك انا لازم افكركم انكم تعملوا لي لايك. البوتاجاز هو كان بصوا يعني نظيف يعني، بس انا فت عليه الصراحه بالسلكه وجبت ستيكر وعيين. ايه رايكم؟ الصراحه شيك وحلو. عملت ادي الكيكه اللي انتم شايفينها. كان شويه هدوم برضو غسلنا، مرضيش اوريكم برضو الغسيل، قلت مش كل مره اوريهم الغسيل. فكنت برضو حبة غسيل غسلناهم، وكان غسيل مواعين وتنظيف وترويق برضو. وربنا يعيننا ان شاء الله كده ويقوينا يا رب، وقناتي تكبر بيكم ان شاء الله يا رب. وتشتركوا لي في القناة كده وتكتبوا لي تعليقات حلوة تفرحني وكده تشجعني ان انا استمر معاكم. واللي كان شايف ان انا اخرت عليه في الفيديوهات، معلش يعني لاخواتي وحبايبي. ان شاء الله ربنا يعيننا كده ان شاء الله ويقدرنا يا رب، وينصر اخواتنا في فلسطين ان شاء الله. وربنا يصلح الحال للجميع يا رب. انا كنت اطبق حبات الغسيل يعني، برضو مش عايزة اطول معاكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزة اقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.